يعني إيه قصر نظر؟ مشاكل الإبصار عندنا عبارة عن 3 مشاكل أساسية، قصر نظر، طول نظر، أستجماتيزم، إما لوحده أو معاه طول نظر وقصر نظر. هنتكلم النهاردة عن قصر النظر. الأول إحنا بنشوف إزاي؟ إحنا كلنا عارفين إن الضوء بيسقط على الأجسام اللي إحنا بنشوفها وبينعكس الضوء من الجسم اللي إحنا بنشوفه ده على عينينا. الضوء ده بيسقط على شبكية العين فبتتكون صورة مقلوبة للجسم ده على شبكية العين. طيب لو الضوء المنعكس من الجسم اللي إحنا بنشوفه ده اتكون قدام الشبكية أو وراها، ده بيعمل لي مشكلة. لو اتكون قدام الشبكية بنسميه قصر نظر، ولو اتكون ورا الشبكية بنسميه طول نظر. طيب ايه بقى مشكلة قصر النظر بالظبط؟ مشكلة قصر النظر ان الصورة بتتكون قدام الشبكية، او بمعنى اصح لازم اقرب الجسم قوي من عيني عشان الصورة تتكون على الشبكية وتكون واضحة. طيب يا ترى ايه اسباب قصر النظر؟ من اسباب قصر النظر اول حاجه ان العين نفسها تكون كبيره او طويله بحيث ان الصوره تتكون قدامها وما تلحقش توصل على الشبكيه. تاني حاجة إن تكون العين نفسها قوية. بدون الدخول في تفاصيل، قوة العين دي بتخلي أشعة الضوء تنكسر بقوة وبالتالي بتكون الصورة قدام الشبكية. ده ممكن يحصل زي في حالات القرنية المخروطية، السكر، وبعض أنواع المياه البيضاء. طيب ايه الاعراض؟ الاعراض كلنا عارفينها. اول حاجه طبعا انه مش بيشوف البعيد كويس، تاني حاجه انه ممكن يحصل له صداع، تالت حاجه انه الناس اللي عندها قصر نظر شديد جدا ممكن يبدو عليه من بره انه عنده نوع من الحول او شيء من الحول، لكنه مش بيبقى كده بالفعل. واخر حاجه طبعا ودي ميزه، انه لو كان سنه كبير في الغالب السن الكبير بيحتاج نظاره قرايه، فهو غالبا مش هيحتاج نظاره قرايه لان عينه قويه وبتشوف القريب بالفعل. طيب ايه العلاج؟ العلاج ان انا عايزه اخلي الصوره اللي قدام الشبكيه دي تقع على الشبكيه، فبستعين بنضاره قوتها ضعيفه شويه تضعف قوه العين علشان تخلي الصوره تتكون على الشبكيه. ممكن بقى تبقى نضاره وزي ما قلنا بتبقى ضعيفه يعني بالماينس، او كونتاكت لينز يعني عدسات لاصقه، او زرع عدسه جوه العين، او الاشهر ودلوقتي والناس كلها بتحب تعمله هو انه يعمل ليزك، وهنتكلم عن الليزك بعدين. هي دي الحلول بتاع قصر النظر. يا رب تكون الحلقة خفيفة وفي نفس الوقت مفيدة وعجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. شكرا ليكم، سلام عليكم.